السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنشرح التسجيل في بنك السوليد. طبعا الرابط حيكون في الوصف أسفل الفيديو. حنضغط sign up. نوع الحساب personal account submit. حتفتح لنا القائمة هاي. لازم نضغط نضع معلومات أساسية موجودة، يعني صادقة موجودة في الهوية لكي نفعل الحساب. the first name الاسم الأول نقول محمد. your last name الاسم الأخير خالد. تاريخ الميلاد اللي موجود في الهوية طبعا. هنا نوع الشغل احنا هنحط اي شغلة يعني عادي، مش هنكتب كتير. البلد فلسطين، انا هحط ان انا فلسطيني. فلسطين كمان. هنا المدينة هنحط غازا ستريب. المدينة غازا. الرمز الدولة 00972. عنوان اللي هو الشارع، هنا هنحط مثلا صلاح الدين. هنا رقم تلفونك مع مقدمة الدولة 59 2 6 5. هنا اليوزر نيم اساسي جدا جدا، لازم انت تحفظه. انا هنحط مثلا الايميل تأكيد الايميل. عندك هنا الباسورد، ركزوا معاي. الباسورد الاول لازم يحتوي على احرف، على ارقام، على احرف سمول لتر وكابيتال لتر، ولازم يحتوي على اشارات اللي هي الدولار، الات، السلم. لازم يحتوي على كل. احنا حاليا هنحط كل شيء سمول وكابيتال وارقام واشارات. بنأكدها. هنا select secondary باسورد، الباسورد الثاني. هذا الباسورد بس تعمل استرجاع الحساب، يستعمل للتحويلات البنكية، من تحويل من حساب لحساب يقول لك ادخل الباسورد الثاني. احنا هنغيره، هنحط باسورد برضو نفس الشغل، هيحتوي على حروف وارقام واشارات، كابيتال لتر وسمول لتر. السؤال السري هنحط مثلا what's your name. الجواب انت هتحط الجواب اللي بدك اياه على الاسترجاع اذا انسرق يعني حسابك لا سمح الله. تأكيد الباسورد، تأكيد كلمة الهاد. وعندك الجواب هنا 5+1=6، هنحط 6. هنضع إشارة صح وهنحط sign up. هون في خطأ في الباسورد الثانوي. طبعا لازم نفعله عن طريق الايميل. حتصلنا رسالة عن طريق الجيميل بنك السوليد. هي الرابط نضغط عليه، يقول لك your account has been activated، اي حسابك هيك صار مفعل.
طبعا بعدها بتضغط ساين ان عشان تسجل دخول في حسابك، وبيجي لك اليوزر نيم والباسورد بتحطهم، وبتدخل. هاي صفحة حساب البنك السعودي الخاص فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.